مصراع بنات البيت يا طافش. يا أخي قل له البلوك من حق مصنع الوفاء مقاساته مضبوطة وما يأخر لك وقت البناء، مريح للبناء جدا. وبلوك الوفاء يقلل لك من تكاليف البناء مثل السمنت والنيس، تحتاج نسبة قليلة من مواد البناء، لأنه يا جماعة المقاسات حقه 100. يا جماعة اللي يشتي أحسن وأقوى بلوك يروح مصنع الوفاء، ما فيش غيره مهتم بالجودة كما هو صاحبي. ها؟ مو ذا أباقي ساعة بس، وش يجي حلاش يصيح لي؟ عاد أنا ما رقدتوش. يلا ليش الحق أرقد لي ساعة. مش قهوش ولا شي يقول له في ماغص، بدل ما ارقد لما يجي حناش جالس افكر كيف اتخارج من الحناش. يلا اطلع الشمس وياك حناش ارقد. الله على قليل حياة ما احترمش احد. يا حق السماء بس كنت شرقود عينهم كيف يصانقنا. مالك انت شبعان. بكيت من الصبح توقعت حجاب جنبي فاجأت انام في الصيع لما قلت لي انه حتى عندكم ما تزوجوا الا باختبار شيخ المشايخ. ايوه من زمان وقال لك ابي ما اتزوج الا بعد ما نجح بالاختبار. عيش معاهم والناس هنا متجمعين. تعال نسألهم اين بيت شيخ المشايخ، اللي يسأل بيته. يا جماعة مو في، ليش متجمعين؟ معقول ما انتش داري انت عايش يا اخي؟ لا والله احنا مش من هنا، عاد احنا وصلنا ونشي نروح لعند شيخ المشايخ. حظكم حلو، شيخ المشايخ بيجيله هنا الان بعد شوية. احنا كمان من الاحتفالية دي كلها علشانه. حلو نجلس هنا نراعي له. خليكم مش تنساو. الله يحفظكم كذا اعملوا لايك واشتراك للقناة. هذا الشيخ يا وليد. لا عظم الحراس حقوق وبوصل عن بعدهم. هذا هو شيخ المشايخ وصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جميعا على تلبية الدعوة والحضور هذا الغفير الذي شرفنا. إن شاء الله سنكون عند حسن الظن، لن نفرق بين أحد، سنحكم بالعدل. الختار رقم 2 وزع لهم الورق. يا جماعة بعد ما عرفنا أضرار اللحمة بنشرح لكم فوائد تسالي زينة. يا جماعة مليح طعمه والله عجبنا، طري تشيله تصلحه بالبيت بدون مواد حافظة بدون أي حاجة، آمن على أولادك. اوعى زحمة يا سفاري، وعلى قدركم شوف شيخ المشايخ. حاولتوا كاويش وقفونا الحراسة، قالوا له بعد الحافل. يا جماعة أنا واحد منكم، رب طرحنا هنا لكم وليس عليكم. أمانة صوته مش غريب عليا، يشبه صوت واحد معروف. ناس داري منه. كلش نشوفه باطل بالسيف حتى قدونا. فاري اسمع صوته ركيب، صوته واحد معانا بالحارة.
ايوه صوته يشبه واحد بس ولا قدرت اعرف منه. هذا لا اقول لكم. صوته يشبه صوت عمي طافش. أمانه لو يعرف شيخ المشايخ إن صوته صح طافش لا ينتحر. ايوه صح، امانه صوته نسخه منه. عصا يا عم طافش. عم طافش ما شبعت شدره. ما نشفاتك يسأل الناس موزعون شغلهم طبر ما نش دارين. يا ولد موهي رضع ولا غنمي باسل ولا ناوي ما لقاوبنا ما شاقش تغدي عندكم. ايش في يا عمنا ليش الناس هونك متجمعين؟ واحد حصل له ضرب نمل السن يستاهل يشتي يدخل وسط الطابور. يا رجال عادي مو شقاع لو الواحد نفس قلبه. ما دام أنا ضمانه. حياك يا قلبي كيفك؟ أنا ما عندي رمل على يهمك يتفضل بدي قلبك يا غالي. يا عمنا مو بخصب الطونة. هي منهم هذوم الهبل مصنف لك يا ولد دخل صاحبك الآن سريع تلقى أنت آخر واحد بدل صاحبك. أقول لك ما عرفوش لحظة في سوء تفاهم والله ما عرفوش يا عمنا ما لقاوبنا. طيب لما انت ما تعرفوش الآن تتجمل معه ليش؟ أنا وسعت له حسب الشي جزاع. يعني بالله عليك استأذن لموه شجزاع. كمو بق حاول تهجا. الو ولك الو يا عمنا يا وي يا اخي لو سمحت اجزع من هنا الجماعة مرضوا شو صايحونا. يا قلبي الرجال قد حلف 100 يمين انه مش جزاش وطلع انه عقام. يا اخي ما نشيش مشاكل عادي مشي لنا احنا ضيوفكم. تمام بس مرة ثاني كما الشوقع ملخيك واشتحى طار اخواه. عقوم تقولوا الاعدم ذا الناس هانونا بسببه. يا مفصع انت هدفك اللي جاك بنشانه عظيم لا تخليش واحد زي هذا يخرب عليك كل حاجة واعتبر انه اول اختبار لك كان على الصبر وكيف تمسك نفسك وانت منفعل. ما دام أنا ضمانه. قم يا ابن الكلب ورب الكعب انك شنضرب. موت اعمل يا عقم موت تهابل عادك تعزم اصحابك يا قليل الحياة يلا سكتهم. عمانة لو ما تخرج انت واصحابك وتجزع من قدامي لا قم الطم افكارك علل يا عقم اجزع من هنا. الله لا جني انا صوت ملطام حنان طنان ونان زعطان بالفلتان. الله على صوت ملطام. الله كما شهرب الأعقى من سكوب وعينك يا ابن الكلب راعي قليل خليني السعين وانا شعلمك من المفصل. الله يرحمه. منو قراه يا مفصع؟ انا بطحت له عقم سع الكلب. اكر قعيه الله يرضى عليك يا مفصع ما نشتيش مشاكل يا دقات قلب السفاري. يا سفاري من يمد يدو علي لطمنا. هي قل لي كذا من اوله هي ما دام هو مد يده يستاهل
ورب النطن الآن أمانة عمل لي ملطم أبو أسد. ايوه سمعت القارع حق الملطم لا عندي. امانه صوته زعل الارباك حق السياره لما يقرح. أنت اللي قتلت الأعقام. يخرج من راسي ويجزعلك قبل ما أقوم أفضحك وأخليك تلحقه. يا أخي أنا واقي انصحاك وأنت حر، معك نص ساعة تهرب ولا بيقولوا عقم ينتقموا له، منهم مليان بيقتلوكم. حرام مجزع، أنت عادك ما تعرفش من المفصع ومن السفارين. هي يا مفصع جزعنا بسرعه هي. تتهابل القعل الحارة هارب. حرام مجزع اللي بختم الشيخ، ورب الكعبة مجزع من هنا إلا قد معي ختم شيخ المشايخ. ما معاكم إلا تهربوا لبيت شيخ المشايخ، أأمن مكان وهو الوحيد اللي بيقدر عليهم، وهذيك هي بيته اللي بقمة الجبل. ايا قصدك هذه كله قدامي تماما. يا مفصع في قلبك، هذا مش عفاطة، هذا غباء وانتحار. قال الله تعالى ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم. أما الآن مع الحديث الشريف والطالب، مو من طالب يا جني، وترونا مفصع هي خيرة الله عليك. اجلس بنشوف العقم هذا ايش بيفعلون. الله مو هذا الصوت، هي شكلها مقاو. ربنا ما يحرمناش من رحمتك يا رب. سرحتنا يا مفصع شنو جزع غلطة. ها مو هذا. ها الحمد لله طلع انكسب. هيا انتن معاه كان قضية عند الشيخ الترقعية من هنا الطريق. واو شكلهم قوم يتقبل الحين. يمين شكلهم قوم يتقبل مفصع باين على النقد الرواح. ضغطي الجراح اللي جاي على الجراح. سرحت خالتك السفاري. اللهم احزن خاتمتنا، اللهم احزن خاتمتنا، فرج التراب يضمني وأوادي الخاي. أهلا وسهلا، أنا مراعي لهم من أول. عشتي شيخ المشايخ يا وليد، يسرح بسرعة صيح له قبل ما نفعل هنا مجزرة. ورب الكعبة لا يدخل واحد لا بطحو زي يا ولد قول لك زعلك وربي لك الرح راسك. لا عاقل انه الواحد يوقع شيخكم، ما تخلوناش حاله، كل ساعة تقرقرونا مكان. انا بلا نوم، مو ذا لا سكينا نتغدي ولا سكينا نقيل. والله انه سعيد الرعوي عايش احسن مني. يا سفاري تسمع الصوت عمان انه نفسه. الله شيخ شامود كيف تكون صورته. يا حناش من اليوم ما تكونش صيح لي نهائيا، للقى حرب عالمية ثالثة صيح لي. المشاكل حلها انت، تعتبر انت يعني بدالي. دحين صغير الدوشة منهم هذا الناس اللي برا يصيحوا. هو يا شيخ المشايخ احنا بوجهك وربي لو ما تحمينا لا نفعل لك مجزرة. الصوت هذا والله ما هو غريب علي. ها عالقنان عمي طافش. الله 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 ايش هذا؟ ربنا ما يحرمناش. منذاكم يا صعاليك لونا، يعني سيبتم الدنيا كلها وقلتم وانتم المشاكل حقكم لعندي. أمانة شيخ المشايخ. شفت يا مفصع الدنيا كيف تدور،
يا ولد قول لك زعلة وربي لا مرح راسك. ما دام عملتم يا سعادي يا سفاري، عملتم قولوا لي عملتم من شان نعمل حل الموضوع هذا. أدوشون الصوت حقهم. المفصع قتل واحد من العقل. أسألتك بالله قتلوه؟ أنا أحسب سب لهم سرقهم. يا مفصع مو باك مو تعمل خلتوا خينا لطعم واحد خينا تهباس. والله ما أقدر أعمل لكم حاجة يا صعالي. يلا مع السلامة. عين نروح وربي مجلس لونه يبصر كم منهم. خلاص شحاول تمام يا حنان. روح عندنا لا ثورة. أنا ما أقدر يا لاخي الحق حناس. قل له نجي 2 ثوار واللي جزع 3 احتياط معنا فانصع له كونه. يعني ما رضوا يشيلوا الاثوار. خلاص اضربوا رصاص للجو وهمشي طايروا. يا طافش ليش انت الوحيد اللي في موقع مطار ما يدخلش الماء داخل البيت حقك من عرض الجدار؟ اي انا شليت بلوك من حق مصنع الوفاء قوي وخفيف. البلوك حق مصنع الوفاء قوة القوة. المواد حق البلوك ينقوا احسن مواد ما فيش غيره. مع بلوك مليح اللي يشتري بلوك مليح يروح مصنع الوفاء كما هو صاحبي. كيف عملت يا عم طافش؟ والله ما قدرت استوعب الموضوع يا سفاري. كيف يا سفاري؟ قاوق عمي طافش الشيخ المشايخ مش بعيد بكرة أكون أنا الرئيس. كيف عملت يا عم طافش؟ يعني اشتغلت مشغول بطافش انت. اشتغلت شاغل نفسك في بيت مش وقتي دي الساعة اخبرك مرة ثانية ومن داكم لونا. عمي قال ماشي زوجنا إلا بختم شيخ المشايخ. يعني أجد نعمل لك اختبار الرجولة. أهلا وانت يا سفاري مكانك بعد السبلة حقه. حتى أنا بختبر الناس كلهم ما يتزوجون إلا بالختم حقك. حتى انت يا سفاري نويت توقع رجال؟ لا بس خلوه تعرف معي لما نتقدم يكون هلو معي. أهلا بالمتحدين. إذا كلكم تشتو أختم لكم من شان تروحوا تتزوجوا. اللي هو رجال شختم له واللي يفشل والله ما أختم له. صدقينا يا رجال. يا حاج أما معك هنا. أنا جاهز للتحدي وما أروح إلا لما تختم لي. مش تعمل بها؟ نويت تتزوج يا شيخ. أسألتك بالله من ساعة. البيت دارين ولا خفا؟ كل الناس دارين. قابكته شغال زفة من الصبح. أما أنا يا حق تعلمنا كيف قدرت تعملك. هذا شرع الله. أيوة احنا نوصل عند هذه النقطة ونوقف. أشتري اللي بعده. لا هو عيب ولا غلط ولا حرام. هذا شرع الله. أقول لك هذا كله وصلنا له. أشتي مرحلة الوحش. كيف عديت من الوحش؟ الله كيف تفقعوا أنفسكم. الموضوع أسهل من شربة الماء. أنت عندك سهل لأنه ربي قذف بقلبك الشجاعة. يا رجال أنا قال أخذ لك والله مفقوع عليك بحال. هذه تجي من الله والله ما حيسكي عمل موهبة من الله. يا جماعة الآن يتوفر منتج زينة في تعز شارع 60 وسوق الرميدة لدى محلات مركز المستهلك التجارة والتبريد. يا شيخ أنا بدالك الحقني زوجي بكر شاش يتزوج عادني مالي إلا شهر معه. أقول لك روحته شاشر ذهبي وشحناق أجيته مع هلوش. الله أيوة ذا زوجي أذوق الشيبة حقي واقفة هناك. روحي يا شكرية شاقي أسلفخ الصورة. أنا أقول لك يا حق مش سهل الموضوع. قلت لي يا سارق هات هذا الذهب. جالس تخطط من أمس الليل مرقات بكرت ثانية تشرب الذهب حق المرأة. قال سهل. أصلا يا شيخ ما يحق لوش يتزوج ما يقدرش والله ما يجوز. لا بهذه يا أختي أنا ما نسمعيك. هذا شرع الله يحق له كما يحق لوش. مش تعترضي على كلام الله
اتقى الله. ما لا يا شيخ شرع الله وافي، قال احنا من نحن 4 على ذمته. أسألتك بيا زعم يا حاج مزوج 4؟ أيوة أنا مزوج 4. أما اللي مو بك بكرت عصدنا من الصبح. شرع الله شرع الله، ملك شرع الله قزلك انت مو عدوه. لا يا شيخ، أنت أول ما تختم لي شطلق شكرية بالثلاث. والله انك زقوة، الناس ما حصلوش من حبة ولا حاجة يبكر من الصبح يعمل تبديلات. مهني روحك يا حاج وعايش حياتك مركز على هدفك، والله انك تعجبنا يا حاج. قن عليك قد زوجت 4 ليه مو عقال استعصد الدنيا كلها؟ قن عليك خلاص ما حقدرش يعمل زيك. مو من 4، قد زوج قبلي 60 مرة واني رقم 61. خلني هذا عبد العظيم، انت عبد العظيم، هذا عبد العظيم. ايوه هو ذاك هو اللي يتزوج واصل. اهلا والله ما انا مصدق، معقول عبد العظيم بكل قدامي؟ دائما نذكرك بالمقايل، الناس كلهم بالمدينة يخبروا عليه، قاع معك شعبية كبير، قدك عندنا رمز من رموز الشجاعة تعتبر، نفتخر بك بكل مكان. تعال شعبوس الصلعة، خينا نحصل قي البركة ونحققك. والله ما تصدقوا انا ومن ذحين اشتقنا له. هذا اللي جنبي عبد العظيم اللي تزوج 60 مرة، هذا هو الأسطورة حقنا اللي خلى الصعب سهل، هذا الحرارة حقنا، هذا اللي كل النسوان يجلسين يدعين عليه. هيا يا مكالف ولا أبو حاجة، الرجال شامخ موقع أبو حاجة واللي يمشي يتزوج. هذا هو البطل اللي يجلس نهدد به حقنا النسوان، اللي يخلينا نصيح بصوتنا كله بالبيت فوق نسواننا. هذا هو يا جماعة اللي علمنا الشجاعة والهيبة، خلانا نكسر الصحون والقراصات، حتى لو رقدنا بالشارع عادي بدون أشياء، أهم حاجة قال فهمنا. يا أسطورة نشتك تقول كلمة لجمهورك الكبير اللي شايف إنك قدوة لهم، قل لهم نصيحة يقدروا من خلاله يكونوا عبد العظيم. أهم حاجة إنك تنوي وخلاص، كله تصبر. هيا كل الناس ناويين، بس بحقدر، واللي بدأوا يشتغلوا يعملوا زيك ما غلقوا السنة، واحد وقع برقة، واحد وقع بشلل، وواحد غلطة. أهلا بالمتحدين، إذا كلكم تشتوا أختم لكم من شان تروحوا تتزوجوا اللي هو رجال. الله كم شي جلاسي الوقت، أقول لك أنا جاي عم بالموت أتت. اللي هو رجال شختم له، واللي يفشل والله ما اختم له، صدقنا يا رجال. الله طع مقرمش فيهم كلهم ونسلم عليكم ونقول مبروك. جاهزين يا شباب؟ والآن مع أول اختبار واللي هو أكل بروشة الصراصير. يجي القذارة حقكم.